نقدم أي تسهيلات لبعضنا البعض. لماذا يحج البعض أكثر من مرة ويزاحم الآخرون؟ هذه التساؤلات أعزائي خلصنا شو الحكي؟ خليه يدري. هذه التساؤلات أعزائي المشاهدين. بلا تساؤلات لك شو الخرابيط. السيد غوار خبير في تفويج شكرا. التفويج وحلبطة الحجاج، والسيد حجاج الحجاجي محطم الرقم القياسي في الحج، أليس كذلك حجاج الحجاجي؟ أخي ليش ما عم تخسر كلامك؟ صار لك ساعة عم ساعة نحن ولا حكينا ولا كلمة. مسكين مرته مسكين في البيت. الله يكون بعوني. أستاذ أسألك سؤال يعني واضح أنك حجيت هذا العام أليس كذلك؟ ما دخلك أحج ما أحج من زلطك، لكن دخل يا فضولي حجيت حياك الله وحيا المشاهدين حجيت. مظبوط. انت شو دخلها؟ نقول للمشاهدين ان شاء الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا ان شاء الله، ولكن حجيت 3 إلى 4 مرات حجاج. انت شو دخلك؟ الله ما خرج. شو دخلك؟ نحن مستفيدين نحن الوكالات اذا بيحج الواحد كذا مره. انت شو دخلك؟ هلا هيك انت عم تحرضه انه ما يحج. أستاذ لا تقاطع الكلام، أرجو رجاء خاص أن لا تقاطع الكلام، الموضوع مطروح على السيد حجاج الحجاجي. واطرح موضوع ولا اجمع ولا اضرب. أنا حج يومين 3 أيام أما 8 تعب حالي. بلا ما هلا صبرت. حجاج الحجاجي أرجو أن تجيب على هذه الأسئلة. أجيبك على صبر. يعني كيف كانت الخدمات؟ أحج مرتين 3 مرات 4 مرات 5 مرات 6 مرات بزلطي. شو دخلك أنت؟ يجب عليك حجاج الحجاجي أن تترك الفرصة للآخرين الذين أرادوا أن يذهبوا لأداء فريضة الحج. الفرصة لمن؟ الفرصة أي حتى الهدف عليه النونو. أستاذ حجاج الحجاجي، أنت تعلم أن لكل بلد رقم محدد مسموح لها بالحج. وأنا معي رقم فاصل 2. نعم عندك يعني. حلوة. أستاذ رجاء أنا أقول لك أن لا تقاطع هذا الحديث. أستاذ سيد غوار أريدك أن تكون شاهدا على ما يقوله حجاج. ما عاد تطرح الموضوع على الوسط معك بالبرنامج موضوع اطرح. أنا ما دخلني. أيوة تعجبني. يعني كيف كانت الخدمات أستاذ حجاج الحجاجي؟ جيت للوجع يا ابني، الله يرضى على والدك. صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك. اشحن قلبك صلوات. اللهم صل وسلم. سرنا نحج. أيوه. واتصلنا لكم من هناك تذكر؟ إذا أنت الذي اتصلت بي ونحن على الهواء مباشرة، وقال لي أنه نائم في الشارع. مش في الشارع جرع عبطك مش في الشارع. نحن على الهواء مباشرة. أرجو أن لا تحرجنا أمام الجمهور المشاهد. أعزائي المشاهدين يا عيوضة نبي يضربك في البيت المرة لما تجي عندي لا تضربك شهادة المشاهدين. أنا يا سيد الناس حج السنة نحج مع ذيه صاحب الوكالة ذيه خور عندك ذيه. امتى ولاك ما كان داري ولاك. لا تصدقوا عم كذب. عم كذب. اي كذب. أستاذ حجاج الحجاجي، يتهمك سيد غوار بأنك مقصر في الصلاة والوضوء في كل شيء. أنا مقصر في كل شيء يا رجال. ساكن الحجة شو أقول أنا؟ لست ملكا موكلا بأعماله أستاذ حجاج الحجاجي. والله بعدك بدك ساعة باللي أرده بين أقول لك بزن الحجة كلنا وراهانك ورقدنا كل شهر ونجينا ندوره لا صاحب الوكالات. أيوه صاحب الوكالات قالوا بحد. إحنا رقدنا في الشوارع ولا بخدمات ولا شيء. هذا عندك هذا التهمة هذا. بماذا ترد على السيد حجاج؟ بماذا ترد؟ والله أنا في الحقيقة يعني أنا بصراحة ما عم أتذكر، بس اللي بعرفه لحظة عم نحكي ليش عم يقاطعني ولك أحكي معه. عم أقول لك أنا إمتى صار هيك؟ يعني كنتوا نايمين بالشارع؟ معقولة؟ مو معقولة. نحن حطينا لهم خيام بس وين بده خيمة؟ وين بدي ودي أنا؟ بدك أوتيل 5 نجوم. استحي بتخرجوا فوقك ضربوش. استحي يا أخي نحن عم نحكي هيك إلك كل الحجاج اللي عم يسافر عبر وكالتنا يعني. أيوة. وبعدين بعدين أنت أجيت لعندي أنا. لا اجيت لعند النظاره. هلو دمك انا بكلمني هذا مش فرحان من الاول. بين اقول لك بس الحجاج كلهم ودق صدره وصرنا لك لا عاد وكاله ولا عاد خدمات ولا عاد هربوا فص. ما عم كذب وهلا بدي عندك دليل؟ ايه انا حكيت 760 مره انا ما اكذبش. شو الحكي؟ إذا أنت تركت الزحمة وضيقت الخناق على الآخرين الذين لم يذهبوا إلى الحج. أستاذ غوار ما تعلقكم على هذا الشيء؟ والله أنا بدي أقول لك إنه بصراحة يعني هذا الحج كثير عم يروح يحج كل سنة. شوفه كل سنة موجود في الله. إيه بس مو عنا يعني كل سنة يعني هيك يعني مرة عنا ومرة عنا اللي بجنبنا يعني. إيه مرة بس اللي بعرفه لا تقاطع أستاذ حجاج رجاء خاص أن لا تقاطع. عم يقاطعني. لا تقاطع. انا بدي اقطع ما رجاء. انا بدي اقول لك انه شوف يعني اذا حج كذا مره يعني شو يعني المشكله؟
المشكلة انه يترك زحمة على الاخرين اللي دايرين يدخلون المكان ويحجون. هلا حلفتك بالله لك هالحج لحاله رح يعمل زحمه بمكه مو معقوله. ايوه ضعيف. هي جدا يا اخوان. هيك عم تعمل دعايه يحجز المسافات الزمنية المحددة للآخرين وبعدين يقطع عليهم كل سنة يدخل أستاذ. اخي هيك رح تخسرونا يعني ما رح نكسب من الحجاج. اقول لكم انا داير ليش متعقدين اني بين حج كل سنه تاري عم يحسدك ماشي من بين رجم الشيطان هم ماشيش نرجم الشيطان. مشاهدينا الكرام يبدو أن الحوار خرج عن السيطرة. وين خرج؟ أعزائي المشاهدين الأستاذ السيد حجاج حجاجي والأخ غوار الذين كانوا موجودون معنا في ما الاستديو. موجودين هذا بيتفلسف من اول خليني تعطيهم اول بيتفلسف يخلط بين السياسي والرجعه السياسي وبعسسه. شو دخل السياسي بالحاج؟ حلوها لنا ليش اصحاب الوكالات هؤلاء بيزوا الناس بعدين يفلتوهم حلوها لي بالآ. هل كان التقصير من الجهات المعنية أم أن التقصير من المواطنين الحجاج أنفسهم؟ منه لماذا لا يخفض أسعار الحج ورسومها الفائضة العالية؟ لك راح تطلعنا من ولد برحم وصيبه لها المقابله. والله انا الحج نسب موتورات اخرج. اخي الحج ما عنده حوار ما عنده كلام يعني. انت اللي ما عندك ذمه ولا أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين نعتذر عن هذا الخلل. خليك كامشوا. أعزائي المشاهدين لك انا أعزائي المشاهدين هل هذا ملفت؟ هل هذا منفس؟ هل هذا ما بيفهمش؟ هل هذا ضيع رجال؟ انا شو دخلني انا؟ لك كمشوا. حاج حجاج امام البث المباشر واخربت لنا البث رجاء خاص استاذ حجاج الحجاجي. اعزائي المشاهدين نعتذر عن هذا الانقطاع الخارج عن ارادتنا من هذا العجوز الهرم الذي لا يحترم ذات الاخر ولا يقدر سلوكه. ما عم يحترم الحوار كمان، كنا عم نتحاور وعم نقول قضيه، هلا هو سبت كيف مد ايده عليك. شو رجاء خاص لا تهزئني امام الجمهور وامام الجمهور. انت عم تمنع الحجاج انه يروح يحجوا كل سنه، شنو انا ما بدي ضدك انا؟ هذا حج واحد حتى لو الوكالات اللي بدي مقصرة عاد حج حتى فوق حما. شوف فايدة الحج اذا بتحج وقلبك منظف من جوا. هواية بالناس هواية تم جمع الطوابع وانا هواية حج. لماذا لا نعقل جميعنا ونذهب لاداء فريضة الحج ونكفر عن ذنوبنا وسيئاتنا؟ ولماذا بهذه تكفر عن مين؟ انت تشتري لك واحد يرجمك اول ساعه ابليس وبعدها تكفر عن ذنوبك. انت فرع الابليس موجود في الاستوديو. وهلا شو اخرتها؟ وضح حجي. انت والسبب. بدل لحظة يا عم نحكي. بدل عم نحكي هذا نحن. الحوار ولا هالموضوع. ما تقاطعني. لماذا لا نبحث المواطنون ملوا يا من أخي لحظة. العبارات وغيرها؟ أستاذ غوار نعم. يجب علينا أن نبحث عن أشياء جديدة لكي نخرج المواطن من الأزمات ومن الآهات والأحزان، ونحن نخوض في الديمقراطية والسياسة. الشعب لا يريد سياسة ولا يريد ديمقراطية، يريد لقمة عيش قصف خضارك عجل بزوارك انكسك للرسك. وعلى دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا. على دلعونا على غيري. شو دخلنا بالسياسة؟ نحن كنا عم نتحاور، هو ما بده يفتح الباب مشان الحوار تيوصل له. لحظة يا أخي لا تقاطعنا. لك حالتك لك شو هالمقدم؟ لك انت ليش مستعجل انت؟ عم اقول لك مو هو كان بده يتحاور معنا؟ ايه حوارك شو يعني؟ اقول لك تفضل. والله انه واحد يشتغل له هزازه خرج. شو يعني؟ مشاهدينا الكرام وهكذا خرج الحوار عن السيطرة، وهكذا حياتنا كلها سياسة. لحظة. وبهذا انتهى الحوار وانفض الحقيقي. لحظة، من امتى ابتدى الحوار حتى ينتهي الحوار؟ شو هالخربطة؟ شو حوار وما حوار؟ إن التقوى الله في الحجاج وبس.